أهلا وسهلا بيكم معايا في قناتكم طارق ميرو. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده ان شاء الله بقى كده عايزاك تحط شخص في بالك. فكر في شخص، يعني شوف بقى مشاعره من ناحيتك. شايفك ازاي، خطواته، هل بيراقبك ولا لا، هل بيحبك الشخص دوت. هنشوف كل حاجة عنه. القراءة طبعا هتبقى بحروف اسم الشخص اللي انت هتحطه في نيتك. وكمان اللي حابب يختار بالكروت فدوت هتبقى المجموعة 1 ودي المجموعة 2. واللي أول مرة بقى بيزور القناة يا ريت ما ينساش الاشتراك فيها، يدعمني بزر اللايك، يفعل زر الجرس علشان يوصله كل جديد بقدمه عندي في القناة. حروف القراءات هتلاقوها في صندوق الوصف، واللي حابب يحجز قراءة خاصة هتلاقوا رقم التواصل في صندوق الوصف. ويلا بينا على طول نبتدي بالقراءة رقم 1. أصحاب الاختيار رقم 1، أهلا وسهلا بيكم معايا. تعالى نشوف الطاقة بتاعتك انت في الفترة الحالية دلوقتي. وطاقة الحبيب اللي انت حطيت نيتك عليه. والطاقة المشتركة ما بينكم. طيب أنا شايفة في الطاقة بتاعتك انت ممكن تكون حاسس ان الحبيب دوت صعب الوصول ليه جدا، يعني انت حاسس ان العلاقة ما بينكم يا فيها صعوبات كتير، يا اما انت حاسس ان هو الحبيب ده ما بيفكرش فيك. وانت بس اللي شاغل بالك بيه. حاسس ان انت تعبت معاه كتير في انتظار. ممكن يكون الشخص دوت مثلا وعدك بوعود كتير محققهاش. انت شايف نفسك ان انت تستحق اكتر من اللي انت فيه، يعني انت بتقول لنفسك انا عايز اخد وقفة مع نفسي وكفاية كده. ساعات بتقول لنفسك كده، يعني ان انت شايف نفسك ان انت تستحق معاملة احسن من اللي انت شايفها من الشخص ده. كمان شايفاك ان ممكن يكون برضو للبعض فيكم انت بتشتغل او بتعمل عمل شاق عليك الفترة دي، يا اما انت متحمل مسؤوليات حاجات انت حاسس ان هي تقيلة عليك الفترة دي برضو، يا اما انت مجتهد جدا في عملك. وممكن كمان للبعض يكون انت عندك ناس مشغلهم تحت ايديك، يعني ممكن تكون انت صاحب مثلا مكان او مؤسسة وفي مثلا ناس بتشتغل تحت ايديك، او مثلا صاحب مصنع حاجة زي كده. او زي ما قلت لك انت حاسس ان في حمل تقيل على قلبك، او في مسؤوليات كتير وقع عليك الفترة دي بتحاول تعملها. وحاسس ان انت يعني بتحارب، يا اما بتحارب في العلاقة دي يا اما بتحارب في الدنيا اللي انت عايشها بسبب الحاجات الشاقة كتير اللي وقع عليك الفترة دي. الطرف التاني بقى اللي انت حاطط نيتك عليه واضح ان هو متعلق بأسرته جدا، شخص ممكن يكون بيتوتي او اللي هو مرتبط بأهله جدا جدا الشخص ده. الطاقة بتاعته منه ليك انت، انا شايفة ان هو بيتلصص عليك. شايفة ان هو في الفترة دي مركز معاك شوية. ممكن يكون في حد يعني اتكلم معاه وقال له مثلا ان العلاقة دي مش مناسبة ليه او حاجة، لكن هو برضو غير مقتنع بالكلام. ممكن يكون مثلا الاهل كانوا رافضين العلاقة دي، لو كان في طرف تالت ما بينكم مثلا تدخلوا الاهل او حاجة زي كده. فممكن يكون للبعض الشخص دوت اهله مثلا مش مقتنعين بالعلاقة دي اصلا. ممكن برضو يكون الشخص دوت زعلان عشان خاطرك، او مثلا اهله حاولوا يبعدوه عنك فعشان كده هو عايز يعرف اخبارك الفترة دي. او ممكن كمان يكون الشخص دوت متزوج ومش عارف يجي يتكلم معاك، فهو بيبص عليك بيراقبك من بعيد لبعيد. دي برضو الطاقة بتاعته. بس انا حابة اخد برضو كارت تاني للطاقة، يعني يوضح لنا اكتر هو في الفترة دي اللي شاغل باله قوي. العمل شاغل باله كتير جدا، ممكن يكون بيجتهد علشان خاطر يجمع اموال وحاجة زي كده. وممكن يكون كمان عنده مكافآت الفترة دي. الطاقة بقى المشتركة ما بينك وما بين الشخص دوت ان انتوا الاتنين عاوزين تصالحوا بعض. انتوا الاتنين عاوزين يعني ترجعوا لبعض تاني او ترجعوا تتكلموا مع بعض. او الطاقة المشتركة ان انتوا الاتنين بتفكروا في بعض كتير جدا جدا جدا، يعني زي ما انت بتفكر في الشخص ده هو كمان بيفكر فيك. كل واحد فيكم زي كأنه عايز يعتذر للتاني او عايز يقول للتاني ان هو مش قادر يعيش من غيره مثلا، او عايزين تعترفوا لبعض بمشاعركم. كل واحد يعترف للتاني ان هو فعلا مش قادر يكمل حياته من غير التاني. فدي الطاقة المشتركة ما بينك وما بينه. تمام، تعالى بقى نشوف مشاعره ليك ايه في الفترة الحالية.
طيب لو فيكم حد مطلقات، لو انت مثلا مطلق او انت مطلقة، فالشخص دوت شايفة ان هو عايز يرجعك ليه تاني، لان هو حاسس ان الدنيا مش تمام، يعني هو حاسس ان هو مثلا اتسرع في خطوة الانفصال عنك، وعايز يرجع التواصل ما بينكم تاني ويبقى فيه استقرار. ده في حالة لو انتوا كنتم مطلقات. طيب لو انتم منفصلين، الشخص دوت عايز يتواصل معاك تاني، وعايز يقولك ان هو مش قادر على بعدك، او ان هو عايش حياته مش في احسن حالاتها الفترة دي. تمام. وفي المطلق العام، الشخص دوت مشاعره ليك شايفاه ان في مشاعر اشتياق ليك، عايز يتواصل معاك تاني، عايز يرسم علاقة ما بينك وما بينه، عايز يعترف لك بالمشاعر، وعايز يقولك ان هو فعلا من غيرك مش حاسس بطعم الدنيا اللي هو عايشها. لان هو هنا بيقولك انا اواجه ليالي الروح المظلمة، فمعنى كده ان هو بيفكر فيك كتير جدا، وحاسس ان هو بيقضي وقت كتير وحيد من غيرك، حاسس ان دنيته مش ماشية تمام الشخص ده. طيب الشخص دوت بيفكر فيك ازاي؟ قلقان عليك، وبيفكر فيك ان انت ممكن تكون عايش حياتك ومش مهتم بيه، حاسس ان انت باصص لحياتك وباصص لمستقبلك وابتديت تهمله. آم، الشخص ده شايفك ان انت موتت العلاقة، شايف ان انت اللي مش عايز العلاقة تاني، على فكرة شايف ان انت اللي قفلت عليه الباب، شايف ان انت عايش حياتك، لكن هو عارف ان انت من جواك بتتألم، لان هو حاسس بيك. هو عارف ان انت من غيره زي كأنك مريض او تعبان، او حاسس ان دنيتك مش ماشية تمام برضه. هو حاسس بحاجة زي كده، هو شايفك ان انت بتستقوى عليه، وان انت عايش حياتك، وان انت مش في دماغك حاجة، وان انت موت العلاقة، لكن من جواك هو عارف ان جواك عكس اللي انت بتبينه. علشان كده هو قلقان، يا اما قلقان عليك، يا اما قلقان ان انت تكون نسيته، وان انت تكون رحت لعلاقة تانية. تمام. فهو شايفك بالصورة دي في الفترة الحالية. طيب الشخص دوت ناوي معاك على ايه؟ على فكرة ممكن يكون لبعضكم انت مادياتك مستقرة واحسن من الشخص ده، والشخص ده اقل منك في الماديات، او مستواه اقل منك. الشخص دوت شايف ان في فروقات ما بينك وما بينه على فكرة. مم. مش بقولك؟ طيب بص بقى، الشخص ده اولا هو شايفك ان انت فرصة مش هتتكرر تاني في حياته. ممكن تكون انت فعلا مستوى، ممكن تكون انت مثلا ذو منصب، انت عندك منصب مثلا وهو اقل منك. ممكن يكون انت مثلا من عيلة كبيرة مبسوطة مثلا عندها اموال او كده، وهو لأ. فيكوا اختلافات انت والشخص ده، بس غالبا هتبقى اختلافات مادية اكتر، اختلافات في المستوى الاجتماعي. تمام. او هو بقى شايف ان انت صعب الوصول ليك جدا جدا، ان انت ممكن تكون من مكان مختلف عنه، من طبيعة مختلفة عنه، فحاسس ان انت صعب الوصول ليك. تمام. طيب خطواته القادمة، اولا هو بيفكر فيك جدا جدا جدا، يعني بص هو عايز يجي يقدم لك المشاعر لكنه متردد. هو خايف منك، خايف من ردة فعلك، خايف لان انت اللي ما تقبلهوش، يعني انت مثلا تقول له لا خلاص بقى انا مش عايزك تاني، لان واضح ان بالفعل انت بتبين له ان انت مش فارق معاك وجوده. تمام. الشخص دوت حاسس ان يا في فرق ما بينكم كتير جدا، وانت صعب ان انت تقبله في حياتك، يا اما يعني بص بقى اللي هو خلاص هيجي على نفسه، وهيجي يعترف لك ان هو عايزك فعلا، وان هو مش قادر على بعدك، وان هو من غيرك حاسس ان الدنيا ناقصاه، يعني ناقص حاجات كتير جدا في الدنيا اللي هو عايشها دي. فزي كأنه هيبعت لك رسالة، يعني دي اكتر شيء طاغي على راسه.
أو طاغي في تفكيره إن هو يبعت لك رسالة ويجي يتكلم معاك، هيفتح معاك كلام قديم وهيقول لك على حاجات كتير كانت مضايقاه فيك، وزي كأنه هيقول لك إن هو خلاص بقى يعني هيبتدي يتغير علشان خاطرك. ممكن مثلا هيتصدى للطرف اللي كان واقف ما بينكوا، أو إن هو لو كان مثلا ابتعد عنك لوحده عاوز يرجع لك تاني. هو شايفك انت الطريق، يعني هياخد معاك خطوة ان هو يكمل معاك الطريق، بس هو خايف منك وكل مشكلته ان هو متردد منك انت. بس في النهاية الشخص دوت بإذن الله يعني انتظر منه الرسالة، لأن الرسالة دي هي اللي هتحدد المسار ما بينكم. يعني زي كأن الرسالة دي اللي هتفتح لكم طريق تاني للعلاقة دي، إن العلاقة دي ترجع وتنور تاني وتبان وتظهر في النور. تمام. فدي خطواته القادمة ليك في الفترة القادمة. ايه بقى الأبراج اللي معايا برج السرطان، برج الثور، جدي، حمل، برج الميزان، قوس، وعقرب في القراءة رقم 1. فأنا بشكركم جدا جدا. أصحاب الاختيار رقم 2، أهلا وسهلا بيكم معايا. الطاقة بتاعتك، طاقة الطرف التاني، والطاقة المشتركة ما بينكم انتوا الاتنين. طيب بصوا بقى، ممكن يكون لبعضكم انت بتحب شخص، الشخص دوت او انت الشخص اللي حاطط نيتك عليه، الشخص ده ممكن يكون مختلف عنك دينيا، في عقائد دينية مختلفة. يعني ممكن يكون هو من ديانة مثلا وانت من ديانة، او في اختلاف في العلاقة دي، او العلاقة دي يعني ممكن تكون علاقة صعبة جدا. ممكن يكون فيكم حد متزوج مثلا، ممكن يكون مثلا ده علاقة من خلال الانترنت من السوشيال ميديا. لان انا شايفة ان انت وهو، مع ان لسه هشوف طاقته، بس شايفة هنا ان في صعوبات شايفة في العلاقة زي الصعوبات اللي انت شايفها بالظبط، او انتوا حاسين ان انتوا متعرفوش بعض بما فيه الكفاية. انت حاسس ان الشخص ده حد جميل قوي، حد بيلمع قوي بس من بعيد، انت شايفه من بعيد، شايفه زي النجوم كده عالي قوي. حاسس ان الشخص دوت زي كأنه فتح آفاقك على أفكار جديدة، يعني خلاك تفكر بطريقة جديدة. ممكن تكون انت بتفكر في الشخص دوت ان هو مثلا حد خلاك تفتحت على الحياة، ان انت عرفت الدنيا او بصيت على الدنيا بمنظور مختلف. ممكن تكون انت كنت شخص اصلا منغلق على نفسك، ولمجرد دخول الشخص ده في حياتك خلاك اتغيرت، خلاك يعني بقيت تفكر بطريقة مختلفة جديدة. شايفة والله في الطاقة بتاعتك ان انت زي كأنك بتقول لنفسك لا انا هصبر على العلاقة دي، لان انا حاسس ان العلاقة دي جاي من وراها خير. انت ده احساسك، يعني انت عندك كمية صبر فظيعة، وزي كأن بتدي لنفسك طاقة امل اكتر ان انت هتصبر تاني. واضح ان انت مقتنع بالوضع الحالي اللي انت فيه دلوقتي، بالرغم ان هو ممكن يكون فيه بعد مسافات. يعني دي اكتر حاجة طاغية على الطاقة بتاعتكم، ان فيه ممكن يكون ما بينكم بعد مسافات، يا اما ما بتتكلموش مع بعض خالص، او بتشوفوا بعض مثلا من خلال الانترنت، او مثلا ده كراش، انت بتكراش عليه وانت لسه متعرفش عنه حاجة كتير. الشخص ده يا اما ده شخص بعيد عنك في المسافات زي ما بقولك، وانت حاسس ان انت برضو ما تعرفش عنه الكثير. لكن الطاقة اللي غالبة عليك ان انت على اقتناع تام وشديد جدا بالشخص ده، حاسس ان هو شخص مختلف، شخص يعني كده ايه شدك من اول نظرة. ودي اكتر حاجة يمكن عجبتك فيه، ان انت حاسس ان هو ممكن يكون مختلف. وان انت هتصبر، يعني بالرغم من كل الصعوبات اللي انت شايفها في العلاقة او البعد، لكن انت ده احساسك ان انت عاوز تصبر. تمام. طيب هو بقى الطاقة بتاعته، الطاقة بتاعته انا شايفاه ان هو زي كأن حاسس ان هو خسرك. او هو مثلا ممكن يكون ابتعد عنك ودلوقتي ندمان عليك، او ممكن تكون انت حاولت تقرب ليه والشخص ده صدك مثلا. يعني ممكن يكون ده لو كراش فهو حاول يصدك من البداية، لكن هو دلوقتي ندمان. او لو ابتعد عنك فهو زعلان عليك. الشخص ده، الشخص دوت في الطاقة بتاعته هو بيفكر في العلاقة ان دي علاقة صعبة جدا.
علاقة هتعانوا فيها كتير، وفيكوا حد لازم يضحي عشان خاطر التاني، يا اما انت بقى لو متزوج او هو متزوج فلازم حد فيكوا يضحي عشان تبقوا مع بعض. حاسس ان انتوا هتتعبوا كتير جدا، مشكلته ان هو طاقته غيرك. يعني بص انتوا الاتنين على النقيض، انت عندك كمية صبر فظيعة وان انت عاوز تستحمل وتكمل، لكن هو مش عايز. هو شايف ان هتعانوا كتير، لكن هو في نفس الوقت عايزك، يعني عايزك بس حاسس ان هيبقى فيه صعوبات كتير جدا، يا من الاهل، يا مثلا من الاماكن اللي انتوا عايشين فيها، كل واحد مثلا متربي بطريقة معينة. أو مثلًا أنتم لو متعرّفين على بعض من خلال الإنترنت، فهو حاسس إن دي مثلًا مش الطريقة المعتادة عندهم مثلًا في الارتباط والجواز وكده، ده تفكيره دلوقتي، تمام. لكن ليك أنت هو حاسس إن هو خسرك، علشان كده هو زي كأنه بيبُص عليك في الخفاء، يعني مش عايزك تاخد بالك إن هو بيراقبك، مش عايزك تاخد بالك إن هو لسه بيفكّر فيك، هو حريص شوية على مشاعره الشخص ده. طيب الطاقة المشتركة ما بينكم أولًا هي طاقة ذكريات، يعني ممكن تكونوا بتتذكروا لبعض حاجة من الماضي، أو ممكن تكونوا مثلًا حاسين إن أنتم شبه إن أنتم فيكم حاجات مثلًا كانت مشابهة لبعض، تمام. إن أنتم مثلًا كان في أفكار ما بينكم وما بين بعض، أو مثلًا في ذكريات أنتم عشتوها مع بعض أنتم الاتنين بتحاولوا تتذكروها دلوقتي. كمان شايفة الطاقة المشتركة ما بينكم الاشتياق، أنتم الاتنين بتبصوا على بعض من بعيد ومشتاقين لبعض جدًا، تمام. فدي الطاقة بتاعتك انت وطاقته والطاقة المشتركة، عشان طبعا تشوف القراءة دي منطبقة معاك ولا لا. طيب الشخص دوت بقى مشاعره ليك ايه؟ اولا هو شايفك انت حد طيب جدا جدا، وكنت بتعمل له حالة من السعادة، يعني هو شايفك ان انت بطاقة مبهجة. يا سلام، بيقولك مشاعرنا متبادلة، ده بيطمنك اهو. طيب بص بقى، الشخص دوت زي كأنه زعلان على حاجات أو فاقد حاجات من ناحيتك، يعني مثلا فاقد الروح الحلوة اللي كانت مثلا بتعمل له روح من الدعابة، فاقد القلب الطيب، فاقد حد صافي، أو حد كده بيحب العدل. يعني هو شايفك بالطريقة دي، مشاعره ليك كده. شايف كمان ان هو نفسه يقربك ليه بالرغم من كل الصعوبات اللي هو شايفها في الطاقة بتاعته، لكن هو نفسه يقربك ليه مثلا، او ان هو ياخدك يعرفك على اهله، او ان يبقى في ما بينكم استقرار، او ان انتوا الاتنين تعملوا عيلة واسرة. فالشخص دوت بيحبك جدا، الشخص ده شايفاه ان هو زي كأنه مرتبط بيك داخليا، لكن عقله بيقول حاجة غير قلبه. هو مشكلته ان هو متردد مثلا، او ان هو قلوق شوية الشخص ده، او ان هو ما بيعرفش مثلا ان هو يجمع ما بين قلبه وعقله، يا يفكر بعقله يا يفكر بقلبه. فمشكلته ان هو قلبه متعلق بيه جدا، لكن عقله بيقول له لا، في اختلافات، في مثلا في بعد مسافات، في حاجات مش فاهمينها في بعض، يعني دايما عقله كده بيفوقه، لكن قلبه دايما مشدود ناحيتك. قلبه دايما حاسس بقربك، يعني بص، حاسس ان انتوا الاتنين دايما بتفكروا في بعض، مش قادرين تنسوا بعض انتوا الاتنين. فده في مشاعره. طيب الشخص ده بقى شايفك ازاي؟ ايه الصورة اللي هو شايفك بيها؟ ممكن لو انت متزوج او انت اللي عندك الطرف تاني، فممكن تكون انت كنت مخبي عليه وما كنتش قايل له، فهو حس ان انت خدعته. او ممكن يكون شايفك دلوقتي ان انت بتحاول تشوف حياتك وتعيش حياتك مثلا، وان انت كنت بتخدعه في الماضي. مش بقولك انتوا فيكوا حد بعيد عن التاني، انتوا لاغلبكم هتبقوا علاقات انترنت. ممكن تكون كمان ما شفتوش الشخص ده اصلا. هو شايفك ان انت ممكن تكون كمان مش موضح له الحب، يعني اوقات بتحسسه ان انت مشتاق له وعايزه وبتحسسه بحبك، واوقات بتقف معاه وما بتدلوش اي تفسير اللي انت بتعمله. وكمان على فكرة الشخص ده شايف ان هو عايز يجي يتواصل معاك تاني لو ما كانش في تواصل ما بينكم.
أو عايز يعترف لك، يقول لك أنا عاوز أفهمك أكتر، يعني عاوز أفهم طبيعتك أكتر، أنا حاسس إن في ما بيننا حاجات كتير مش مفهومة، لإن هو هنا برضه شايفك. بُص، شايفك إن أنت بعيد عنه، شايفك إن أنت حاجة بعيدة برضه في السما، نفس الطاقة بتاعتك، هو شايفك نفس الطاقة بتاعتك، إن أنتم الاتنين حاجة بُعاد عن بعض، صعب الوصول ليها، لكن هو شايف صورة مصغّرة ليك، هو نِفْسه يشوف الصورة الكبيرة، يعني يشوف تفاصيلك، يعرف أنت مين، بتروح فين، بتكلّم مين، طبيعة حياتك إزاي، أهلك، أسلوبك في الحياة، إيه اللي بتحبه وإيه اللي ما بتحبوش، هو نِفْسه يعرف عنّك كل حاجة الشخص ده. على فكرة هو شايفك بصورة جميلة جدًا، هو راسم لك صورة حلوة أوي عنّك، يعني حاطّك كده في صورة حلوة أوي، واللي هو مخلّيها دايمًا قدّام عينيه، كل ما يبعد عنّك بيرجع يفتكر الصورة دي ليك، مش صورة أنت متصوّرها، لأ هو تخيلاته عنّك بصورة حلوة، إن أنت شخص طيب، إن أنت شخص جميل في الشكل، إن أنت مثلًا حد بتجذب انتباه الناس اللي حواليك، ممكن تكون مثقّف، يعني هو شايفك بصورة جميلة جدًا، لكن شايفك إن أنت بعيد عنّه برضه في المسافات. إن أنتم بيبعدكم مسافات أو بيبعدكم كل واحد ماشي مثلًا في طريق مختلف عن التاني أو في سفر ما بينكم، هو دوّة اللي هو شايفك عليه. طيب الشخص دوّة خطواته ليك إيه؟ ناوي يتعامل معاك إزاي؟ الشخص ده عاوز يدّي العلاقة دي فرصة تانية، عاوز يكون في تواصل تاني وعايز يشوفك، لو أنت ما شُفتش الشخص ده فعلًا حقيقي ودوّة ده حُب من خلال الإنترنت، الشخص دوّة هيعرض عليك مقابلة. وهيجي يتكلم معاك بصراحة، يعني هيبقى عايز يعرف لو انت فعلا عندك زواج هتختار مين، هي دي اكتر حاجة هتبقى شاغلة باله. ولو هو اللي متزوج، بس غالبا لا، انا مش شايفة ان هو، بس يعني لو هو متزوج هيجي يعرض عليك عرض ان انت تقبل بالطرف التاني لو هو متزوج، لكن لو انت المتزوج هيقولك اختار. دي خطواته ليك، ان يبقى في تواصل ما بينكم تاني، ان يدي العلاقة دي فرصة تاني، وإن هو يبقى صريح معاك ويتكلم معاك بكل صراحة، وإن أنت كمان تعترف له بمشاعرك بكل صراحة، وإن كل واحد فيكم يصارح التاني بحقيقته، تشوفوا بعض على أرض الواقع، توزنوا أموركم صح، إن انتوا تتفقوا مع بعض اتفاق، تعملوا مع بعض كده اتفاقية مع بعض إن انتوا يعني علاقتكم دي هتمشي ازاي. تمام. فدي خطواته ليك في الفترة القادمة، إن الصراحة في العلاقة، وإن انتوا تقووا علاقتكم دي وتبتدي تاني من أول وجديد، وإن هو زي كأنه هيعرض عليك عرض، يا أنت اللي تخرج من طرف تاني لو بالفعل عندك طرف تاني، أو هو اللي هيقول لك إن أنت هتبقى معايا وعلى الطرف التاني، يا إما بقى الشخص دوّة هيقول لك إن أنتم عاوزين تقرّبوا وجهات النظر ما بين مثلًا الأهلين، يعني أهلك وأهله، لإن ممكن يكون فيكم اختلافات زي ما قُلت لك في الأول، يعني ممكن يكون كل واحد فيكم من قبيلة مختلفة عن التاني، فهيبقى دوّة عرضه ليك. تمام. تعالَ بقى أقول لك الأبراج اللي معايا برج، في هنا برج الثور، في حوت، وفي دلو، برج القوس، برج الأسد، عذراء، برج الجوزاء هنا برضو. بس هي الأبراج اللي معايا، فأنا بشكركم جدا جدا، يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة، دعموني بزر اللايك، فعلى زر الجرس، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.